هو في لكنات انجليزيه تانية غير البريتش والامريكان؟ احنا طبعا يعني معظمنا او كلنا عارفين ان في امريكان انجلش، وفي بريتش انجلش اللي هو البريتش ستاندرد، وفي امريكان انجلش. هل في لكنات تانية غير البريتش والامريكان؟ المعروف طبعا البريتش والامريكان معروفين جدا. في لكنات تانية، في لكنات اساسيه او مهمه تانية، في الاستراليان وفي الكندي او الكنديان انجلش. بس البريتش والامريكان يمكن معروفين اكتر، لان البريتش طبعا هو اصل اللغه الانجليزيه، والامريكان يعني ليه معرفه كبيره او انتشار كبير او تواجد كبير في العالم يعني، فهم معروفين اكتر. لكن في لكنات استراليه وفي لكنات كنديه، لكن طبعا البريتش والامريكان احنا عارفين مع بعض دلوقتي ان هم معروفين اكتر. طيب يعني في استراليان انجلش وفي كنديان انجلش. طيب لو حب حد يتعامل مع حد بيتكلم باللكنات دي او بالاستراليان او بالكنديان، بيكون التعامل ازاي؟ هو طبيعي ان اي حد بيتكلم انجلش بيفهم الانجليش ستاندرد، دي خلاص اتفقنا عليها، اللي هو البريتش انجلش نقدر نقول الستاندرد مش اللكنات. لكن الاستراليان انجلش هو اقرب للبريتش. استراليان انجلش الانجليزي الاسترالي هو اقرب للبريتش، هو مش بريتش 100%، بس هو اقرب للبريتش من الامريكان، اقرب كتير للبريتش. والكنديان انجلش هو اقرب للامريكان انجلش. ثانك يو.